بس انت بيتهيألي عكس حمدي خالص. يعني انا بشوف حمدي، يعني بشوف له صور على انستجرام مع مراته وكومنتات، انا حاسس انه بجد سوما العاشق تامر حسني والله العظيم. دي بيبقى دايما بعد ما بيكون لسه مقبوض عليا في خناقه قلبي يعني تحس ان هو دايما عامل حاجه غلط. ايوه ما دايما ده صلح. ليه بقى؟ يعني هي اول شهرين بيطبعوا، انا لسه بطبع في سنتين. هي لو بتقول كنا هنتطلق في شهر العسل، انا حصل معايا افيه في شهر العسل عالمي. احنا كنا في برشلونه، تمام؟ فقاعدين في شهر العسل وبتاع، فجأة جينا احنا بنتخانق لأسباب تافهة قوي قوي قوي. فبنتخانق ليه؟ هي عايزة تروح مكان وانا عايز اقعد دلوقتي في كافيه، واروح المكان ده بعد شوية اخد نفسي، عمالين نلف. لا اروح دلوقتي، لا هنمشي، اروح دلوقتي هنمشي. انت بتمشي كلامك لسه بقى بنطبق وبتاع، هنمشي مش عارف ايه. انت طبعا حد قال لك ان انت لازم في الاول تسيطر عشان تعرف؟ ما حدش قال لي. لا انا من قبل الجواز مش مسيطر وحالي يصعب على الكافر. انا والله ماشي جنب الحيط. معلش يا حمدي، بس انت واخد سكه البنات. ده بقول لك ايه، ده شكله مفروم، ده شكله مفروم في البيت. حمدي لا مش في ما البيت بس تفكرش والله، في الحلقه، الناس فكر انك راجع تاني. اسمع مني، بتضربني عادي في الشارع يعني. عادي بقى، حد بس انه بنهزر يعني، فنانين بقى. جت ايه قمشت، فانا قلت زعلت بقى وهجري وراها صالحها وبتاع. فجأة ماشية اخر التراك اللي هي فيه ظابط بوليس، فقلت صدفة يعني هتعدي من جنبه وبتاع. فجأة وقفت مع الظابط وبتشاور عليا وتعملها اسراء غلبانه، بس ايه بتهب كده في الخناق، تعملها بتشاور عليا. فانا ايه بقى مراتي، وده لازم بقى من اولها جريت. فانا قلت هاخد موقف واروح هيتقبض عليا. جريت استخبيت كده ورا، جات لي بعد شويه. انا فاكرك جريت رحت لها. اروح لها ليه؟ بقول لك واقفه مع الظابط بتشاور على الظابط ومستغليه الفرصه ان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. فانا مش عارف اقول للظابط انا بريء. الظابط بيتكلم انجليزي؟ ده بره في برشلونه. انا بقى مش هعرف اقول له بريء حتى. الراجل هقول كمان عامل عبيط هيجي قابض عليا. فاستخبيت، جات لي اقنعتني ان هي قالت له وبتاع، وان ده بيضايقني وبيعكسني والحاجات دي. وانت تليق عادي مشيت ليه جدا لحد دلوقتي ليه بس شويه. فضلت ماشي معاها بقى ايه طلباتها اوامر، تقول لي ولا ها عندها الظابط. طلعت بعد ما رجعنا ان هي اصلا كانت بتقول له انا مستنيه الباص اللي بيودي فين وبتاع، فبتشاور ناحيتي. فعيشتني في الرعب ده، بس الخطه نجحت. لا وهي تعملها عادي. لا تعملها دماغ تعملها بعد كده تقعد تقول انا عملت كده ليه، عارف انت؟ هي عندها حته كده وقالت ده بعد ما اتجوزتك مره مثلا، اللي هو مش عارفه هي عملت كده في نفسها؟ في نفسها؟ لا هل ندمت على القرار ده؟ لسه ما وصلتش للسؤال ده يعني، هي لسه في مرحله اللاوعي. لا بس هي اكيد مبسوطه. انا عايزه اقول انا بشوف هي لا هو بيدلعها جامد بصراحه. يعني هو بسيطها وهي يعني في صورها دايما بتحس ان هما الاثنين ربنا يسعدكم يا رب دايما ويبعد عنكم كل حاجه وحشه، تحس ان هما الاثنين عايشين حياه حلوه. لا انا بحبها جدا والله، وهي غلبانه قوي. ولو انت ابن حلال وجدع حبيبي والله وتستاهل احسن حد في الدنيا. حبيبي والله. انت عندك سؤال بقى؟ لا انا عايزه اقول سر بمناسبه اللي حمدي قاله ده، عشان واضح ان كل الستات كده. اصل انا مفهمه كارتر ان انا بتكلم انجليزي بيرفكت، وان انا اللي معيشاه بره، وانه من غيري هيضيع، وهو يعني ما بيعرفش يتكلم انجليزي. ففاكرك بتتكلمي صح، ففاهم ان انا بتكلم صح. فانا كل اللي حافظاه ان انا ازاي اطلب الفطار. I need make order to 2 person breakfast. وهو شايفك طبعا مايكل جاكسون قدامه بالكلمتين دول. فجيت في مره اتخانقت معاه، فخلاص انا مش هطلب لك الفطار وده العقاب. فيعني مسك التليفون بقى، والمهم ان هو بيفهم كل حاجه وبيترجم، لكن ما بيعرفش يتكلم. ايوه نفس ازمتي. فمسك التليفون بقى وبيبص لي بقى بمنتهى خناقه. فمسك التليفون بيتخانق معايا، فراح مسك التليفون قال I need someone you speak Arabic. اتصرف برضه اتصرف. طبعا هو قال وحس باللي هو قاله، احنا الاثنين ضحكنا وقلبت الخناقه جوه. قلت له ايوه عشان تعرف امتى. لا انت برضه بنت حلال وتستاهلي كل خير والله. ربنا يسعدكم كده ودايما مبسوطين والناس مبسوطه بيكم وفرحانه بيكم. ربنا يخليك.